السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم بهذا الفيديو. طبعا اليوم ماكو طبخ، بس حبيت أشوفكم أنواع البهارات. شنو اللي أنا أجيبه اليوم يعني. خليته خاص بالبهارات والشغلات اللي نجيبها من العطار. أول شي بديت بيه هو الهيل، هذا لازم أكيد. جبت ب4000 وجبت همين فلفل أسود، لأن أنا دائما أحب أجيبهم حب يعني ما أطحنهم. جبت كمون، جبت كاري، وهنا جبت كركم. طبعا كل مرة أجيب فتشوفون مثلا مرات الألوان مختلفة. وهنا جبت هذا الزنجبيل، جبت الثوم والبصل الباودر. إذا أكو يسألون مثلا ما يعرفون الثوم من البصل، الثوم يجي لونه شوية أغمق، البصل يجي لونه أبيض. هنا عندنا هاي البابريكا، همين جبتها. المرة الثانية جبتها كان لونها فاتح مثل ما تشوفون، يعني كل مرة كل ما أجيبها يكون لونها مختلف. وهنا هاي هنا بابريكا خشنة أو فلفل أحمر حلو. وهنا جبت الشطة أو الفلفل الأحمر الحار، هذا طبعا كلش حار مرات نحتاجه. وهاي هنا الكزبرة همين أحب أجيبها حب، لأن يعني بعض البهارات تشوفوني جايبتهم حب لأن أنا أحب أطحنهم بيدي. وهنا جبت القرنفل. وهاي هنا حبة حلوة، يعني قبلها كنت جايبتها مثل ما تشوفون، شوفوا اختلاف اللون. هاي نحب نسويهم يعني ويا الكزبرة والهيل حتى نسوي حوايج الكليتشة. وهنا هاي جوزة الطيب أو جوزة بوة. وهذا الزنجبيل المجفف. وهنا طبعا جبت هذا أعواد الدارسين، قبلها همين كنت جايبة فما انتبهت عليهم. هاي البهارات أنا جايبتها يعني صار لهم يعني كم شهر، فاجيت هسه على مود أصورها وياكم حتى نسوي هذا الفيديو. وطبعا هذا الفيديو أنا صورته قبل رمضان بهواية، بس هسه يلا قدرت يعني أدبلج لكم وأمنتجه على مود أنزله لكم. وهنا همين جبت الليمندوزي والسودة، هاي تشيس بألف، والورد المحمدي همين اللي شفتوه قبلها. وهذا هنا السماق، طبعا كلها على ألف ما عدا الفلفل الأسود والهيل والكمون، أنا أحب أجيبهم هواية وأجيبهم حب، لذلك تشوفوهم يعني أجيبهم تشيس واحد ب4000، يعني أجيبهم وزن. وهاي هنا عندي بذور الشيا وبذور الكتان. وهاي هنا أنا جايبة شوية من بذور الريحان أو البلنجو، هذا شوية بألف أخليه ويا العصير. وهمين جبت الزعتر مجفف، هذا على مود أخليه على الصلصات، أخليه بصلصة البيتزا وأكليل الجبل، همين نحتاجه بتتبيلات أو نخليه ويا الدجاج. وهذا عندنا ورق الغار. هاي هنا جبت كم علبة من البهارات، أنا مو دائما أجيب هاي العلب لأن تجي كميتها قليلة وغالية بصراحة. جبت بهارات برياني، وجبت بهارات الشاورما، وجبت هاي البابريكا. بس شفت يعني كميتهم كلش قليلة وأسعارهم يعني غالية، ب2000 إلا ربع ب1500. يعني أنا دائما أحب أجيب هيك يعني فل أحسن. هنا أسوي مجال على مود أشوفكم العلاقة الثانية. هاي هنا جبنا النمو بصرة، أكيد نحتاجه بالعصير. وبعدها من إن شاء الله أجيب وجبة، لأن هذا صار يعني فترة من جبته، نحتاجه طبعا بهواية أكلات أكيد، فإن شاء الله هم أجيب بعد كمية. وهنا عندنا هذا الكجرات، هذا هم إن شاء الله يعني بس يخلص أجيب همين كمية. الواحد ربع كيلو يعني ب2000 أو ب2500 ما أتذكر بصراحة. وهاي هنا هذا المشمش المجفف همين ب2000، بس شنو كلش حلو، طعمه يعني كلش فريش مثل قمر الدين. وما أنسى الكشمش، هاي كلها أشياء أساسية لازم تكون موجودة عندي، أكيد أحتاجها. هذا الكشمش همين جبت ب2000. وهذا الملح، أنا جايبة ملح عندي همين كمية، وجبت ملح خشن همين للطرشي، فموجود عندي ملح جبت بس هاي الاثنين. وهاي بذور اليقطين، هذا ربع ب2000، الكيلو مالته ب8000. وهنا جبت هذا الشوفان همين كيلو ب3، جبت نص كيلو. وجبت السمسم، هذا الكيلو ب4000، جبت نص كيلو. وهذا هنا عندنا جوز الهند همين نص كيلو، جبته ب2000، هذا الخشن يكون طعمه أطيب وريحته همين حلوة. وأكيد النشا، هذا هواية أحتاجه بأكلات، الكيلو مالته ب2000. هسه بعد ما شفنا كل هاي المواد أكيد نحتاج نخليها بعلب، فخلينا نسوي أهم جزء بهذا الفيديو
اللي هو ترتيبهم بداخل العلب. فأول شي أبدي بيه هو تنظيف الستاند الدوار هذا مال التوابل. هذا صار لي هواية طبعا، تاركته فمثل ما تشوفون بكمية بهارات قليلة. يعني الباقي اللي أشوفه مثلا بهارات قديمة أو خربانة أتخلص منها، واللي أحتاجه أخليه على جهة. وأكيد الستاند هذا همين لازم ننظفه. فهنا أبدي أطلع البهارات بداخلهم ونبدي ننظفهم. أنا هنا أخلي لهم مي حار، وأبدي أخلي لهم الخلطة مالتي. الخلطة شنو؟ ملعقة من السودة، عليها ملعقة من الخل، وأي سائل تنظيف أو اللي نغسل بيه المواعين. أخليهم شوي منقوعين وبعدين أغسلهم غسل زين وأتركهم إلى أن ينشفون تماما. هنا أشوفكم شنو إعادة تدوير العلب هاي مالت القهوة. هاي كلش حلوة حتى نخلي بيها التوابل، أو نخلي بيها أي شي نحتاجه بالمطبخ، يعني حتى نسوي طقم جديد، يعني أحسن من نجيبه من برا. فأنا خليتهم هنا، ضفت لهم مي حار، أتركهم منقوعين. بين ما يتنقعون أشوفكم هاي الستيكر أو اللزقات اللي نخليهم عليه العلب. هاي اشتريتهم بواحد ب1000، بس شنو شوفوا هاي الكمية اللي بيها ما شاء الله شقد. بيها أسماء التوابل، وقسم عاي فيها لكم يعني حتى انتوا تكتبون بيها أسماء التوابل وتخلوها على العلبة حتى تعرفون أو تميزون التوابل اللي موجودة. شوفوها هاي شوفون حتى تتذكرون التوابل اللي تحتاجوها. بيهم كمية كلش هواية. إن شاء الله نرتب العلب مالتنا ونخلي بيها البهارات ونبدي نلزق عليهم هاي اللزقات. يعني شوفون حتى اللزقة مالتهم كلش قوية. ورجعت هنا للشيش مالت القهوة من بعد ما نقعت، يعني بعد تقريبا نص ساعة. لقيت قسم منهم تنشال من عندهم الستيكر بسهولة، وقسم لا، يعني شوية الستيكر مالتها قوية. نشيلهم كلهم هذا حتى نسوي إن شاء الله طقم توابل حلو، يعني يطلع حتى أحلى من اللي نجيبهم وحتى أقوى. شوفوا هنا كم وحدة شوية الستيكر مالتها قوي. غسلتهم غسل زينة بالخلطة مالتي اللي هي خل ويا سودة وزاهي، بس للأسف هاي من شالت من عندها الستيكر، يعني بقى كلش قوي. تركتهم إلى أن ينشفون. هنا رجعت لطقم التوابل هاي الصغار مالتي اللي صالها 7 سنوات تقريبا عندي، بس ما شاء الله كلش حلوة وعملية. الحلو بيها حجمها الصغير فتاخذ كميات قليلة، يعني نضمن إنه التوابل مالتنا ما تبقى هواية وتخرب. فهيجي أحسن إنه إحنا نخلي كميات قليلة أحسن ما نجيب الشيش الكبار وتطول عندنا البهارات. وهنا بديت أعبيهم مثل ما تشوفون. أول شي بديت بيه اللي هو الثوم البودر والبصل بودر والزنجبيل. هاي أكيد لازم دائما تكون موجودة عندنا، نحتاجهم. خليتهم يعني أول شي لأنه لونهم مثل ما تشوفون أبيض، فأقدر أخلي باقي التوابل بدون ما تنتقل عندنا أو تختلط الألوان. فخليتهم هنا، خليت الزنجبيل أخليهم كلهم وبعدين أستهم زين، وأبدي أخلي لهم الستيكر مثل ما تشوفون هاي حتى نعرفهم ونميز نوع التوابل. أنا بالنسبة لي أعرفهم، يعني أخاف واحد يعني غيري يطبخ أو يعني ما يعرفوا التوابل، فهنا اسمهم موجود أحسن ما تفتحون العلبة وتشموها. فهذا هنا طبعا مثل ما تشوفون هاي البهارات اللي سويتها وياكم قبل كم يوم بداية رمضان، اللي هي خلطة ال7 بهارات، همين خليتها وياكم. الباقي همين نقدر نحتفظ بيه بالمجمدة أو بالفريزر عادي، يعني ما عليه أي شي، بس المهم إنه تكون مسدودة زين. وهنا التوابل مالتنا صارت جاهزة، عبيتهم كلهم، الكركم والكاري والكمون والكزبرة والمندوزي والسماق والسودة وحبة السودة همين. وهنا همين خليت كل التوابل اللي أحتاجها، الثوم والبصل البودر والبابريكا والزنجبيل. وهاي هنا البهارات الحب أو الكاملة أو الصحيحة شلون ما تسموها، خليتها بهاي الشيش مالت القهوة أو الطقم التوابل الجديد اللي سويته وياكم. خلينا أول شي الهيل والفلفل الأسود والدارسين والورد المحمدي. وهنا خليت
الحبة الحلوة وهالليمندوزي والشطة. هذا الليمندوزي طبعا التوابل اللي يزيد عندي أنا أفرغها هنا. من فرغت كاري والفرغ البابريكا، وأكيد لازم نخلي الزعتر وأكليل الجبل. وبالشيش اللي شوية تكون أكبر منهم خليت هنا نومي، وأحتاج همين أخلي ورق الغار، وقسم نخلي بيها الكجرات، وقسم خليت بيها السمسم. يعني اللي تكون عندي موجودة بكمية أكثر خليتهم بشيش تكون شوية أكبر. هذا هنا السمسم، وهنا جوز الهند. هذا مبروش الخشن همين نحتاجه بهواية حلويات، فأكيد نخليه بشيشة يبقى محتفظ بطعمه أحسن، يعني حتى أحسن من البلاستيك، وتكون أكيد صحية. بعد ما نغطيهم زين أكيد ذولا نحتفظ بيهم بالدرج مال التوابل، يعني بالمجر مال المطبخ. وهذا هو شكلهم. تحبون تلزقون عليهم ستيكر أو تخليهم مثل ما هم. إن شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو. مع السلامة.